ايه حكايتك؟ كل يوم وكل ما تيجي تعملي لنا محشي تصوريه لنا؟ زهقنا تصوري لنا المحشي. ايه المشكله؟ كل مره اعمل لك في تركايه جديده. خدي فكره واشتري بكره، يمكن تنفعك. انا الشيف اللي بتتكلم والمذيعه اللي بتطبخ. النهارده هعمل فرخه، انا مش عارفه اعملها ازاي. انا يعني في بالي ان انا اعملها مشويه. دي فرخه بلدي، يعني نقعها في ملح وسكر وليمون من امبارح، من بدري كمان. وجاي بالي اعمل محشي كرنب وبدنجان وفلفل وكوسه. خلوني كده ابدا. اول حاجه الفرخه. اول حاجه بقى الفرخه، انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اخد الرقبه، الظهر، الحاجات دي عايزه اخدها اشيلها، عشان عايزه ابقى اعمل معاكم مرقه دجاج. اعمل مرقه بقى مع خضار وكده بدل ما بنشتري، نستفيد بيهم ونستغلهم ونعمل بيهم مرقه دجاج. اهي هي السلسله مع الرقبه. الفرخه دي ما كانتش جايه شويه اصلا، دي فرخه بلدي على فكره يعني مش جايه شويه اصلا. بس هي كده. انا غسلت الفراخ غسله كويسه، و هركنها بقى كده على جنب عشان نشوف هنعمل ايه. احنا الدنيا بخل، ريحه الخل كل ده بصل للمحشي؟ ما في الفرخه يا ذكيه يا ذكيه، عشان عارفه، انا عارفه اللي بيدور في دماغك، عارفه. احنا بنعمل المحشي ايه؟ ني في ني. عارفين ما بحبش اسبك عشان ما اعملكوش ازعاج. ما علينا، فرمنا البصل، ننزل بقى بيه هنا كده. كفايه دول للمحشي، نحط للفرخه دول ليهم كده. عايزه اقول لكم ان انا نفسيتي تعبانه، وقلت لازم افضفض واعيط معاكم. مش قادره مش قادره مش قادره مش قادره، دموعي تاكل من وشي حته. البصل. وبعد ما فضفضت معاكم كان لازم اغسل وشي. نبهر بقى، نبهر الفراخ. حطينا بصل، هنحط على البصل كزبره. الله على ريحه الكزبره، انا بحب ريحتها قوي. كمون على الفراخ، كمون، ايوه. بهارات، فلفل اسود، ليمون، الثانيه قشر الليمون. هحط ملح، جوز الطيب، عشان ايه؟ هنعمل عملية
المهم هدعك بس البصله كده ايه، بصي في التوابل كده كويس جدا. بس كده انا هشيلها في التلاجة لغايه لما اخلص بقى كل اللي ورايا. هو انا كل ده وانتوا مش شايفين حاجه هنا؟ ما كنتوش شايفين اصلا صح؟ اهو انا تبلتها، بصوا غلطه مطبعيه ان انا التليفون يبقى مرفوع فوق. نحط بقى الطماطم ونفرمها كمان عشان نعمل المحشي. في واحدة من المتابعين على اليوتيوب قالت لي ما تحطيش توم للمحشي. لا انا اللي بقول لك جربي تحطي فصين توم، يا اما جوه الخلطة كده في المحشي، يا اما تقطعيهم شرايح وترصيهم على الحلة بعد ما قبل ما هتسويها. انا اللي بقول لك جربي فصين التوم. بصراحة مش عارفة انا بشتغل بروقان ليه كده. يمكن عشان احساسي ان احنا بدري قوي ولا ايه. وايه دي خلطتنا الحلوه. الطماطم بقى اللي موجوده هنا انا هخليها عادي، هحط عليهم ميه عشان عشان انا مش سالقه الفراخ، فمش هعمل شوربه. فهعمل ايه؟ هعمل شوربه للمحشي، هوريكم هعملها ازاي. نخلط كده. خلينا نحط التوابل. انا بموت في ريحتها يا ناس، مش قادره. كزبره، هنحتاج معلقه كمان، معلقتين كزبره. والبهارات على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. معلقه، 2 كمون، بهارات. مش هحط بهارات كتير، مش بحبها بصراحه كتير في المحشي. فلفل اسود طبعا عشقي، التوابل الجميله اللي بحبها فلفل اسود. بما اني نسيت اخلط قرن فلفل حامي اخضر فمضطره احط شطه حمراء، ملح، طبعا المحشي بيحب الزيت كتير عشان يبقى بيلمع وعشان الرز يبقى مفلفل جواه كده. طبعا مش هننسى سر الخلطة. مش مستاهلة اللي انا طبعا انتوا عارفين دي ايه ولا مش عارفين. نطلع حته حلوه مكلبصه ومقلوصه كده. اللي دايما بحطها ايه، مستخبيه، انساني. شكرا. بس كده نقلب الخلطه الحلوه دي. الله، الريحه خطيره. بس لسه ايه، ما حسيتش انها ريحه محشي. ليه؟ عشان ما حطيناش لسه الخضره، عشان بقالها كام يوم. كنت عارفه ان انا ايه، انا هستنى عليها شويه، فكان لازم اشيلها كده بس عشان ما يطلعش معانا شويه جرجير. الخضره خليني بس ايه اخد دول الاول. العيدان الاولانيه دي انا مش برميها، انا
باخدها بفرشها في ارضيه الحل. صدقوا دي جرجريه. طب انا عايزه اقول لكم دي الكزبره، انا بموت في الحته اللي بتبقى البيبي كزبره دي، عارفينها؟ انا بحب ايه افردهم كده، بس خليني اقطع الصوانيه دي. على خلطة المحشي، وبرده هديها بقى تقليبه وهتبقى واقفه ايه على الرز. الرز عندي مغسول وجاهز تمام. هنزل بالخلطه بقى عليه. بقى الرز اهو مع الخلطه كده كده. الخلطه خلاص اهي جاهزه. هعمل ايه؟ انا هبدا بالكروم. هبدا بالكروم، هعمل كده. الرخامه طبعا عندي مغسوله ونضيفه جدا جدا جدا، وغسلها بخل. احنا الخل بنجيبه ننضف بيه ونغسل بيه الخضار اكتر ما بنستخدمه في الاكل. رصيت بقى اهو على طول كده. خلاص ده الفلفل، وده باذنجان لقيته احمر كده عجبني، جبت شويه منه، جبت شويه طبعا من الابيض. والكوسه خلوني هحشيهم دول بقى، مفيهمش شغلانه، هحشيهم على طول واحطهم في الحله عشان نشوف هنعمل ايه في الفرخه. نيجي بقى بصوا، دي الحله انا حطيت بس الفلفل على الوش. الناس بقى بتحب الحامي زينا كده. هقطع، انا طبعا حاطه اوريدي شطه كده كده، حاطه شطه حمراء. ادي الكروم، حلو الكلام حلو الكلام. الشوربه الكدابه اهي اللي احنا عملناها. انا ما عنديش الفراخ مش هسلقها قلنا، فدي الميه مع باقي الطماطم بالبصل اللي احنا عملناها للمحشي. معاها بقى ايه؟ ورق لورا وحبهان اهو زي ما انتم شايفين كده، ورق لورا وحبهان وعودين قرنفل ومكعبين مرق. طبعا الكروم يعني انا حامله لغايه ما يبان قدامي كده الميه تمام. الميه بانت قدامي اهي. خلينا نعمل كده عشان نشوف الميه اهي. الميه بانت قدامي. اما بقى الكوسه والفلفل والباذنجان، الكوسه والفلفل بينزلوا ميه كتير جدا جدا، خدوا بالكم. فايه مش هنملاها، يعني مش هنحط ميه، يا دوبك نص الحله تقريبا بس، لان هي الكوسه هتنزل ميه والفلفل هينزل ميه كتير جدا جدا. فانا هحط المحشي على النار، وعايزه اقول لكم ان انا اتفضل معايا كم يعني شويه رز صغيرين. عملت ايه؟ عندي خصايه، فسلقت كام ورقه
هحشيهم دلوقتي على طول وهحطهم وهي على النار، هحطهم على الوش كده. خلاص ده اخر بقى حاجه عندي، دي الشوايه اللي هي بتبقى على البوتاجاز، الايد بتاعتها مش لاقياها، موجوده بس مش عارفه فين، بس مش مشكله. انا بحط تحت ميه ورق لورا، يعني جزء كده من القرفه الخشب دي، وحاطه ايه كام حته كده وكام ورقه لورا وشويه ملح. عايزه تحطي فص حبهان، عايزه تحطي بصلايه، اللي انت عايزه تحطيه حطيه، بس انا مكتفيه بالتوابل والحاجات اللي موجوده اوريدي فيها. بس لازم يبقى تحتيها ميه، الناس اللي عندها الشوايه دي لازم الشوايه دي يكون تحتيها ميه. احط ورك اهو وهحطها على البوتاجاز بقى تتشوي اهو. انا هحط شويه زيت في الميه اللي تحت، هحطها على النار. محشي عندي كله استوى، بس هوريكم كله مره واحده. محشي الكرنب خلينا ايه نغرف منه شويه كده. فلفل فلفل اهو، فلفل اهو، بس الباذنجان اهو، الباذنجان اللي هو الاحمر ده اهو، فراخ على الشوايه اللي على البوتاجاز اهي اهي. خلوني كالعاده لازم ادوق معاكم. انا عايزه اقول لكم بقى الكرنب اهو من غير لا حطيت طبق كبسته ولا حطيت مش عارف ايه اهو، ولا هوريكم الطبق كله. الكرنبه ولا فاكك ولا اي حاجه اهو اهو، كل صباع لوحده. بصوا كل صباع ماسك نفسه، شفتوا؟ لا ضغطناه عملناه كده ولا اي كلام من ده، ولا حطينا طبق وكبسناه، حطيته في الحله عادي وسويته. تحفه تحفه. نشوف الفلفل حلو قوي، مع ان انا ماليش في الفلفل قوي، عندي ادم ابني بس اللي بيحبه قوي. البرنجان لا، بصوا الفراخ، ودي فراخ بلدي على فكره. بصوا التتبيله شايفين ريحتها تحفه. انا عايزه اقول لكم بصوا، استنى بصوا سخنه مولعه يا ولاد، بس بصوا شايفين يعني التتبيله اللي انا عملتها اهي، وعلى الشوايه اللي على البوتاجاز. ودي فراخ بلدي، يعني الفراخ البلدي بتاخد سوا زياده، وكمان يعني المفروض ان هي بتشد كمان، يعني الفراخ البلدي معروف ان هي بتشد. بصوا والله العظيم زبده ولا اي حاجه، ومش هقدر اكل معاكم زي كل مره في الفيديو، فلذت كبدي. استنيني عشان ناكل، يلا.
اشوفكم في فيديو جديد. سلام.